السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ مزيانين بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي جاتكم المجموعه ديال المنتخب الوطني المغربي ضد نيجيريا؟ واخا ما سجلناش الاهداف، نقطه احسن من لا شيء. المهم الاخوان ديالنا، كما كتعرفوا المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي كانت صعبه ضد نيجيريا، والمقابله الجايه ضد تونس حتى هي صعبه كذلك. المنتخب التونسي كينتصر على كينيا ب3-1، وهنا المقابله غادي تكون صعيبه بزاف ضد المنتخب الوطني المغربي. اما المنتخب المصري، كما كيقولوا الاشقاء المصريين، المنتخب خرج من المسابقه. المنتخب خرج من المسابقه وعنده 4 ديال النقط. كي درتو ليها الاشقاء؟ فين كتفرجوا؟ فين؟ علاش؟ لانه خرج من المسابقه. باقي المقابله ضد تنزانيا، المقابله ضد تنزانيا الا انتصر بها كيتاهل ب7 ديال النقاط. الاخوان ديالنا كما كتعرفوا غادي نمشيو نسمعوا هادشي اللي قالوا الاشقاء المصريين وغادي نرجعوا. مدرب نيجيريا ركب الهبلة في تصريحاته ضد المغاربة اليوم، ومنتخبنا المصري العالمي يواصل فضيحه في كان افريقيا للشباب تحت 20، وخرج رسميا. لسه ما خرجش، هقول لك حالا دلوقتي ازاي خرج وبالدليل. والاعلام المصري خرج منفعلا مقارنا المنتخبين، اي المصري بشقيقه المغربي. هتقول لي واحنا مالنا؟ واشمعنى دايما اعلامكم يحط منتخباتكم معانا ويقارن؟ هقول لك واجاوب على النقطة دي. واشمعنى المصريين يقارنون منتخباتهم بالمغاربة فقط لا غير؟ هو المغرب ولا شيء آخر. إنما لو تسمحوا لي في البداية أقول كلمتين، لو ما قلتهمش حواجبي هتفرقع. قبل ما نخش في كل هذه التفاصيل، هقول كلمتين على منتخبنا المصري الجميل العالمي المصون. حواجبي هتفرقع لو ما قلتهمش. اقولهم ولا يفرقع؟ عايز اعرف ليه بيحصل فينا كده. انا عايز افهم بس بيحصل فينا كده ليه؟ بنتحرق او بيتحرق دمنا على منتخب مش عارف اصلا اساسيات كرة القدم. بيتحرق دمنا على منتخب للاسف الشديد بنلعب على ارضنا، بنلعب وسط جمهورنا، بنلعب في مصر ام الدنيا، وبرضه بنتغلب وبرضه بنتعادل. وانا لما اقول اتعلموا من المغرب، ناس كتير من مصر تقول لي المغرب مين يا عم اللي نتعلم منها؟ ده احنا ملوك الكرة يا عم، ده احنا اللي واخدين بطولات كتير في افريقيا، ده احنا وده احنا وده احنا وده احنا، والناس بتزعل. المهم الاخوان، كيجوكم الاشقاء المصريين، اعطوني الراي ديالكم اللي جات على خاطركم. حاجه وحده اللي بغيت نعرف، كيفاش خارجه مصر وهي ضربه النقط؟ واخا خسر واحد المقابله ب4-1، يعني غادي تاهل. فوز على تنزانيا وغتاهل. تونس غلبت كينيا ب3-1، والمغرب تعادلت مع نيجيريا. ايوا واش غادي نقول لكم؟ فاش تعادل مع نيجيريا، هذا هو المقابله اللي خصك تغلب فيها. اما كينيا كانت سهله. ولكن حاجه واحده، المقابله اللي جايه للمنتخب الوطني المغربي ضد تونس غادي تكون اصعب مقابله، وهي المقابله اللي غادي تحسم المنتخب اللي غادي تاهل على راس المجموعه. ايوا المهم الاخوان ديالنا، كيبان لي انا المدرب الا ما جارش الاوراق ديالو، عرفش كيفاش يدير الخطط، راه غادي يخرجنا من المسابقه لا ديدي لا حبل الملوك. اما الاشقاء المصريين غيبقاو يقولوا المغرب ومصر والمغرب ومصر. لا 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 لا، ملي لعبنا اقل من 23 سنه ودينا اللقب ديناها على مصر. دينا البرونزيه في الاولمبيات ديناها على مصر، ولكن ما كنتشابهوش في المنتخبات. حتى في القيمه ديال اللاعبين، في القامه ديال اللاعبين ما كنتشابهوش. الوزن الثقيل ديال اللاعبين ما كنتشابهوش، لانه حنا عندنا لعابه ضعاف، كما عندكم اللعابه تبارك الله بنيه جسمانيه داكشي واعر. المهم الاخوان ديالنا، نتمنى يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم.